اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. عملت لكم الفيديو ده فيديو تشجيعي كده علشان تشوفيه من هنا وتقومي بقى تبدأي تجهزي وتوضبي لغدا يوم الجمعة بأمر الله، تعملي لهم غدوة حلوة كده من اللي قلبك يحبها، ياكلوها ويدعولك على طول. معايا حلة على النار فيها مية بتغلي، ولازم المية تكون بتغلي. نزلت فيها بطماطمايه وبصلتين كده وجزرايه، والتوابل الناشفة بتاعتنا عبارة عن ورق لورا وخمس فصوص من الحبهان وفصين من الثوم الصحيح، وكمان كام حباية من الفلفل الأسود الحب. بالطريقة دي هتاخدي أحلى شوربة. وكمان نزلت بنص كده معلقة من السكر ونص معلقة من البهارات المشكلة. عايزة تاخدي شوربة في منتهى الجمال، انزلي باللي احنا نزلنا بيه كده، التوابل مع الخضار. الشوربة بتاعتك هيكون طعمها في منتهى الجمال. وكمان زي ما قلت لكم البهارات المشكلة او السبع بهارات نص معلقة بس. وبعد كده بديها غلوة قبل ما انزل بالفرخة بتاعتنا. اول ما بتاخد معايا غلوة هنزل بالفرخة، ومعايا هنا فرخة بلدي. وقبل كده انا نزلت لكم وصفة تنظيف الفراخ، لان في ناس بتشتكي من زفارة الفراخ مهما تغسلها، بس برضو هقولها لكم دلوقتي سريعا. زي ما انتوا شايفين الفرخة بتاعتي دي بلدي مش بيضة، وزي ما انتوا شايفين لونها كده جميلة وريحتها في منتهى الجمال، ما فيهاش اي ريحة زفارة. عبارة عن ايه؟ ملح وشوية من السكر وليمونة حلوة كده كبيرة او ليمونة ونص كمان. طبعا المحلول دوت للفراخ للبط للطيور عامة للوراك اي حاجة. بتغسلي الطيور بتاعتك كويس جدا تحت المية الجارية، وبعد كده بتحطيها في محلول النقع الليمون والملح وشوية سكر. سيبيها 10 دقايق، يعني مش تحطيه وتغسليه على طول، لا، سيبيها 10 دقايق. وبعد كده اشطفيها كويس جدا تحت المية الجارية، وصفيها بقى، سيبيها تتصفى شوية كده 5 دقايق من اي مية فيها. بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتكم هتطلع في منتهى الجمال ومنتهى اللذاذة، مفيهاش اي ريحة زفارة. كمان واخدين شوية شوربة، مش عايزة اقول لكم بقى، دسمة وجميلة كده وطعمها خطير ولونها فاتح، ولا غامقة ولا اي حاجة. امشي بس بالخطوات البسيطة دي هتطلع معاكي خطيرة. وزي ما انتوا شايفين بقى دي حتة الكبدة وحتة القناصة بتاعة الفرخة، التصبيرة بتاعة زمان بقى بتاعة امهاتنا اللي كلنا بنحبها. طلعتها كده مع شوية شوربة وحبة ملح بفلفل، وقلت بقى يعني اروق على نفسي. العيال مش واخدين بالهم بس اتقفشت وخدوهم مني وبألف هنا. هنا بقى كان معايا حلة ونزلت فيها بكمية كده من الزيت، يعني نص كوباية من الزيت. ودي ليا متسيحة. دي يا جماعة يعني الدهنة دي سمنة بلدي، بتدي للأكل طعم في منتهى الجمال، ولا فيها كوليسترول ولا مهدرجة. وزمان والله ما كانوا بيعملوا الأكل إلا بيها. فبناخد معلقة كده اللي هي بنسيحها وبحطها في علبة زي ما انتوا شايفين، وباخد معلقة منها للحواوشي لخلطة المحشي. فهنا انا خدت معلقة حلوة كده مع الزيت واستنيت لما يسخنوا كويس جدا. وبعد كده نزلت ب8 بصلات متقطعين، او ان انتي تضربيهم في الكبة براحتك، بس شلت منهم بصلاية كده وهقول لكم هنعمل بيها ايه. ونزلت بمعلقه صغيره من السكر على البصل، كل ده على نار عاليه علشان خاطر السكر يساعد البصل ان هو يتكرمل. تمام. فبدأ البصل معايا زي ما انتوا شايفين كده ياخد لون حلو ذهبي. انا مش عايزاه لا يبقى فاتح ولا يبقى غامق يتحروق. اللون اللي انتوا شايفينه ده حلو جدا. بعد كده بنزل بقى بالتوابل بتاعتي، معلقة كبيرة كده من الملح ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من البابريكا. البابريكا هنا بتعزز لون الطماطم بتاعة صلصة المحشي، يعني مش هتخليها فاتحة. وهنقلب بقى البصل مع التوابل كويس جدا عشان ياخدوا من طعم بعض كده. وهنزل بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم، تقليبة حلوة كده مع البصل والتوابل
وبعد كده هنزل بالطماطم بتاعتي معصورة في الخلاط. وصلصة الطماطم بتاعت المحشي مش بنصفيها من القشر. الطماطم بتاعت الطبيخ بنصفيها من القشر، اما طماطم المحشي لا، ما فيش مشكلة ان هي تكون بالقشر بتاعها. بالعكس هو بيعزز كمان بيخلي قوام الصلصة كده بتاعت المحشي تقيلة. سبتها بقى تتسبك براحتها خالص، ووطيت عليها وغطيتها لحد ما اتسبكت ولونها بقى تحفة زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى انزل بباقي التوابل اللي كنا حطيناها في الاول، ما كانش طعمها يبان. البهارات المشكلة، قرفة لو بتحبوها بتبقى تحفة. وكمان بظبط الملح بتاعي ومعلقة كبيرة من النعناع الأخضر. مش عايزة أقول لكم بقى ريحة الصلصة دلوقتي في منتهى الجمال، حلوة قوي. دي أحلى خلطة محشي ممكن تعمليها، والكل هيسألك عليها. كمان بقى الشطة طبعا ده اختياري، بس أنا حطيت كده ايه، معلقة صغيرة من الشطة، بتدي طعم مش هتبان قوي، مش هتخلي المحشي بتاعنا حراق، بس بتدي طعم حلو. بعد كده بقى بشيل، بصوا زي ما انتوا شايفين في طبق كده على جنب، 4 معالق من صلصة المحشي اللي احنا عاملينها. وهقول لكم هنعمل بيها ايه. عندي بقى 1.5 كيلو من الرز المصري المغسول كويس جدا ومصفياه كويس جدا جدا، ميبقاش فيه اي ميه، والا هنضيع الطماطم اللي احنا عملناها وسبكناها، نخليها تبقى ميه. لا، احنا عايزين كده ايه، خلطة محشي متماسكة وما يبقاش فيها ميه خالص. وكمان نزلت بالخضرة، وخضرة المحشي عبارة عن شبت وكزبرة، ما بحطش بقدونس. يعني ما حدش يقول لي احط بقدونس في خلطة المحشي، يعني صدقوني بصوا ملوش اي 30 لازمة. هي الخضرة شبت وكزبرة اللي بتدي للخلطة بتاعة المحشي طعم حلو جدا. طبعا غسلينها كويس جدا ومصفيينها وقطعناها صغير زي ما انتوا شايفين. بقى عندك احلى خلطة محشي متسبكة طعمها خطير. طيب نسكت على كده؟ لا، تعالوا بقى اقول لكم على البصلايه اللي احنا كنا شايلينها على جنب هنعمل بيها ايه بقى. والتركه دي عمتي الله يرحمها هي اللي كانت معلمها لي، بتودي طعم خلطه المحشي في حته تانية خالص. جربوها تدعولي. بنحط شوية ملح وشوية فلفل على البصلاية دي، وتدعكيها كويس جدا او قلبيها حلو قوي، وفي الاخر خالص حطيها على خلطة المحشي. يا نهار ابيض على الجمال. مش عايزة اقول لكم بقى، بيتعزز طعم خلطة المحشي بطريقة تديها طعم رهيب رهيب بجد. جربوها كده وهتدعولي. وهنقلب بقى كويس قوي قوي خلطة المحشي مع البصلاية. وطبعا مظبطين الملح بتاعنا، مظبطين التوابل، فكده خلطة المحشي بتاعتنا بقت جاهزة وزي الفل. طبعا الكميات بتاعة البصل والخضرة والطماطم بتختلف على حسب انت تعملي رز قد ايه. هنا بقى معايا الحلة بتاعتي بحط فيها بصل متقطع شرايح، وطماطم في القعر كده بتاع الحلة، علشان احنا بنحب الطعم بتاع الخضار ده في الاخر لما بيستوي مع المحشي. وبدأت بقى، كان عندي بتنجان وكان عندي فلفل غسلاه كويس جدا ومصفياه من المية، وبدأت احشي. هنا بقى لما بنحشي البتنجان، عشان في ناس كتيرة قوي بتشتكي ان الرز بيطلع كده من المحشي وبيبهدل الدنيا، لازم تحشي البتنجانية نصها لنص البتنجانية. ما تقوليش ايه ده قليل، ايه ده انا حاسة ان الصباع فاضي. لا خالص، ما هو لما الرز هيستوي بينفش معاكي وبيملى صباع المحشي، فانتي ما تكبسيهوش وتخليه ايه، فاضي كده شوية، والمحشيات تبقى للنص كده، هيطلع معاكي احلى صباع محشي. وكمان مش الرز مش هيطلع من المحشي ويبهدل الدنيا. خلصت كمية المحشي بتاعي. وكان عندي بقى الفلفل الاسباني الحار ده، ما بيبقاش حراق قوي بس بيبقى طعمه خطير، مع فلفل رومي. وحطينا بقى معالق الصلصة اللي احنا كنا شايلينها، حبة الصلصة كده حطيتها على الوش، هيطلع معاكي المحشي لونه احمر وجميل. الشوربة بقى كنت سخنتها عشان كانت بدأت تبرد. نزلت بالشوربه بقى وهي سخنه كده، وحاولت كده ايه وانا نازله بالشوربه انزل املى صوابع المحشي كده بالشوربه بالراحه كده. طيب الشوربه مقدارها قد ايه عشان البتنجان يطلع معاكي مستوي وجميل ومش معجن؟ خلي الشوربه لنص الحله، يعني ما تجيبش خالص اخر صوابع المحشي زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الشوربه بتاعتي بعد ما حطيتها هزيت هزه كده، هي نص الحله بالظبط.
اول ما بدأت تغلي معايا زي ما انتوا شايفين ملت الحلة، يعني ملت صوابع المحشي. هنغطي بقى كده على نار عالية، ولما المرقة بتاعتنا بتتشرب بنوطي ونسيب المحشي يستوي براحته. جبت بقى طاسة ونزلت بمعلقتين كده من السمنة وشوية من الزيت، سخنتهم كويس جدا. وبعد كده نزلنا بالفرخة القمراية بتاعتنا، هنحمرها بقى تحميرة حلوة كده. بس وانتي بتحمريها خدي بالك من الطرطشة بتاعتها، يعني اخليها على نار متوسطة وغطي، وبعد كده وطي النار واستني شوية، شيلي الغطا وقلبيها علشان الطرطشة بتاعتها ما بتهزرش. رغم ان احلى فرخة تاكليها هي الفراخ المحمرة، انا ما بعترفش غير بالفراخ المحمرة كده، لكن خدي بالك وانتي بتحمريها كويس جدا. وزي ما انتوا شايفين بقى الفرخة خدت معايا لون كده، تحمير حلو من كل الجوانب بتاعتها. وهنا المحشي بتاعي زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوة، لا الرز طالع ولا مبهدل الحلة ولا اي حاجة، استوى وبقى زي الفل. طبعا الريحة في المرحلة دي قلب العمارة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، حبة محشي زي السكر في منتهى الجمال. بدأت بقى اعمل شوية ملوخية كده، ما هي الاكلة دي ما ينفعش تعدي من غير حبة ملوخية خضر. وعشان تعملي بقى احلى ملوخية، اول حاجة الشوربة لازم تكون سخنة جدا وتنزلي بالملوخية، ويكون في الطاسة التانية بتاعة الطشة على النار. الملوخية بتاعتنا مش هتاخد غلوة خالص، بداية كده ما تبدأ تغلي من الجوانب بتقفلي وبتديها ربة كده بالمضرب او بالمعلقة. وبعد كده الطشة بتكون زي ما انتوا شايفين على عين التانية. اول ما التوم بياخد لون، طبعا توم وسمنة وكزبرة، في ناس بتحبها بالزيت زي ما تحبوا، بتروحي نازلة على طول بالطشة على الملوخية. عايزه اقول لكم بقى ان الملوخيه دي اقسم بالله العلي العظيم دي متفرزه، مش يعني لسه ما كنتش جايباها ومقرطفاها وخرطاها، لا دي كانت في الفريزر. طب طالعه ناجحه معايا ازاي وخضره كده ازاي؟ لازم الشوربه تكون سخنه بتغلي. خدتها ورحت حطاها، طبعا انا كنت مخرطاها وحط عليها شويه سكر صغيرين. خدتها ونزلتها في الشوربه وهي بتغلي، بعد كده على نار هاديه زي ما انتوا شايفين هتطلع معاكم كأنك لسه جايباها. ونزلت بالطشه بقى والريحه كانت خطيره. وهنا كانت الاكله بتاعتنا خلصت خلاص. احلى اكله تعمليها يوم الجمعه، معروفه يوم الجمعه غدا يعني محشي وفراخ وملوخيه. احلى غدوه ممكن تعمليها لهم يوم الجمعه، حبه محشي، فرخه محمره، شويه ملوخيه خضراء، وجنبيهم كده شويه مخلل. يلا بقى تشجعي كده، بكره الجمعه ابدأي حضري خلطه المحشي من النهارده، واعملي لهم بكره احلى غدوه وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. الوصفه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم بقى اتمنى تدعموني بلايك، لان اللايك ده بيساعد على رفع الفيديو وانه هو يتشاف. وكمان تحطوا لي كومنت بالتركات اللي بتعملوها في المحشي او الملوخيه. واستنوني في وصفه جديده، والسلام عليكم.